برضه في نفس الكتاب ذا بوكس كان بيوضح ان فكره ماكلين ساعتها ما كانتش مجرد اختراع صندوق حديد، لكنها كانت اعاده تصميم كامل لطريقه نقل البضائع عالميا. لكن هنا ظهر سؤال اكبر، لو الفكره بالبساطه دي ليه ما حدش عملها قبل كده؟ وليه العالم محتاج عشرات السنين عشان يفكر فيها؟ الاجابه ان المشكله ما كانتش تقنيه بس، المشكله كانت ان كل جزء من النظام كان ليه طريقته الخاصه. المواني ليها معداتها واللي بيستخدموها في نقل البضاعه وتنزيلها وتحميلها من السفن نفسها كان ليها تصميمها اللي بيخليها تشيل البضاعه مش تشيل الحاويات. السكك الحديد او القطارات نفسها كان ليها تصميمها الخاص وكان ليها مقاييسها، والعمال نفسهم كان ليهم طريقه شغل معينه، فكل طرف كان بيبني نظام لوحده. لكن ماكلين كان بيفكر في شيء مختلف، كان عايز يعمل نظام واحد يخدم الجميع. وهنا ظهر مفهوم جديد في السبلاي تشين، وهو مفهوم ستاندردايزيشن او التوحيد القياسي. لان اعظم الانظمه في العالم مش دايما الانظمه اللي بتحتوي او اللي فيها افضل جزء، لكن اعظم الانظمه هي الانظمه اللي تخلي كل الاجزاء تشتغل مع بعض، زي الكهرباء، الانترنت، وحتى اللغه. فالقوه هنا ما كانتش بس في الصندوق نفسه، القوه كانت في الاتفاق على مقاسه، طريقة رفعه، طريقة نقله، وطريقة التعامل معاه. وفجأة الصندوق الحديد الصغير بدأ يتحول من مجرد وسيلة نقل للغة جديدة للتجارة العالمية. ولو عجبك الفيديو تقدر تتابع باقي الحلقة على يوتيوب، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن.